للأسف كنتوا هتتصدموا لأن التحليل الأولاني كانت نتيجته كارثة. مش مشكلة بقى، أمولة تبقى حامل للمرة التانية. وقت العملية ما كانش في حد موجود معانا في غرفة العمليات إطلاقا. يا رب. جه ميعاد التحليل التاني. ايه حامل؟ جاهزة يا لولي تشوفي التحليل ده بقى؟ جاهزة تقولي لنا بقى جواه ايه؟ اتفضلي كده امسكي قولي لنا بقى التحليل ده جواه ايه؟ كل ده؟ بجد؟ فعلا؟ كلكم قاعدين مستنيين من ساعة الفيديوهات اللي فاتت تشوفوا ايه نتيجة التحليل. التوتر اللي انتم شايفينه على وش امل بسبب اكتر من حاجة احنا مرينا بيها اليومين اللي فاتوا دول، عشان كده احنا ما حبيناش ان احنا نصور اي حاجة، والتأخير ده كان مقصود لان للأسف لو احنا كنا صورنا ووريناكم النتائج الاولية للأسف كنتوا هتتصدموا. النتائج فيها حاجات غريبة. أنا هوريلكم كل حاجة قدام عينيكم على الشاشة، كل حاجة تخص التحاليل اللي ظهرت معانا. احنا بيحصل معانا حاجات أول مرة نشوفها، مع إن احنا عندنا بيبي، مع إن مرينا بمرحلة قبل كده ربنا ما أردش، يعني المفروض مرينا بالحاجات دي. لأ، احنا لسه بنمر بالحاجات دي جديدة علينا، ولحظة بلحظة هقولها لكم علشان تتعلموا منها، والناس اللي داخله على جواز جديد، والناس اللي هي لسه ما خلفتش، والناس اللي خلفت. الحاجات دي هتبقى مهمة زي درس كلنا لازم هنتعلم منه ولازم نشوفه، وهعرض قدامكم الحاجات دي من باب ان احنا كلنا نتعلم. لو انا مريت بتجربة سواء صعبة او سهلة، واجب عليا ان انا اقول لكم استفدت منها ايه وانضريت ايه، علشان لو حد يتفرج علينا عشان يتعلم مننا حاجة اهو اتعلم، لو هينضر مننا في حاجه فهو عارف ايه اللي ضرني فما يعملوش. تابعوا لاخر الفيديو. انا هموت من التوتر والقلق، والله العظيم هموت. انت عمال تتكلم وانا بص يعني متوتره جدا. ايه سبب توتري؟ ان التحليل التاني وصل، وطبعا انا وحليم قررنا ان احنا ما نفتحوش غير معاكم، واللي هنشوفه هيبقى هو ده، وصدمتنا اللي هتشوفوها هتكون هي قدامكم. فربنا يستر. انا قلقانه جدا وعماله اقول لحليم طب وريني، قال لي لا احنا نفتح قدامهم التحليل عشان هم كمان قاعدين مستنيين نتيجه التحليل دي. ربنا يستر. وطبعا انا قلقانه ومتوتره جدا جدا. لو خدتوا بالكم امل قالت التحليل الثاني لان للاسف فعلا ظهر تحليل اولاني احنا خبيناه عنكم، ما رضيناش نعرضه لان التحليل الاولاني كانت نتيجته كارثه. نتيجته خلتني اقلق على امل، نتيجته خلتني مش فاهم. انتوا متخيلين يا جماعه؟ انا هوريكم رسائل من اللي جات لنا من المعمل التحاليل من الدكتوره. قالت لنا هو عارفين انتوا اللي هو لما يعني انت تصعب على الدكتور فيقول لك هو في حمل، هو التحليل ده علشان في حمل، اللي هو بتساليني ليه؟ هو في حمل. بالعكس ده هي المفروض تقول لنا هو احنا شاكين ان في حمل. هي المفروض بتساليني السؤال ده ليه؟ طبعا نتيجه التحليل اللي قدامها ما تبقى قادره تقول لنا النتيجه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي هو ده في حمل بجد ولا مفيش؟ يعني تست الحمل لو تفتكروا كان شرطه كده ونقطه، يعني اصلا كان غريب قوي. اما حللنا التحليل دم بقى المفروض ده الفيصل، لا طلع محير اكتر. احنا كنا قالت عايشين لنا هي يومين النسبه بسيطه جدا، فهو اصلا ده حمل ده ولا انتي ايه؟ فلما لقيت النسبه بسيطه فهي قلقت، فقالت لا احنا لازم نعيد التحليل تاني. حتى لو اتاخرنا شويه في الفيديو ده كان المفروض نصوره ونقول لكم النتيجه، لا احنا اتاخرنا تقريبا يومين او 3 لحد ما عملنا اهو التحليل التاني. وهو التحليل التاني ده اللي هيحدد بالظبط ايه الدنيا بقى، انا حامل النسبه بتاعتي كويسه في ايه، كل اللي انتوا عارفينه ده. قبل ما نشوف نتيجه التحليل انا اتفقت اتفاق وخدت وعد على نفسي مش هنكرر اي غلط او مش هنكرر اي حاجه احنا وقعنا فيها في الاول، سواء ربنا اراد ان يبقى فيه نونو. احنا طبعا الفيديوهات اللي فاتت انتوا شفتوا احنا كنا بنهزر شويه ان لا انا مش عايز نونو، لا انا عايز نونو. ناس كتير قوي فهمت من الكلام ان هو لا لو جاي لكم نونو زي ما لا ده رزق من ربنا. اكيد 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 احنا لو في حاجه ربنا كاتبها لينا حلوه اكيد احنا هنبقى عاوزينها، اكيد بيتنا بيكبر بيها، اكيد هنبقى حابين الخطوه دي وهنتكل على الله. ومش مشكله بقى اموله تبقى حامل للمره الثانيه 9 شهور تانيين مش مشكله التحليل بس ده اهم حاجه. ولو ربنا ما اردش المره دي تاني، وبقول تاني علشان الناس اللي فاكره ان احنا اول حمل لينا ربنا ما اردش انه يكمل،
بس للاسف وقتها احنا كنا لسه اول مره نمر بالتجربه دي، فللاسف وقعنا في حاجه مش كويسه، هي ان نفسيتنا. لا وانا كمان ما كنتش باخد الفيتامينز بتاعتي، ولا كنت لسه يعتبر اللي هو مش فاهمه اي حاجه وتمام. الموضوع بقى اثر وقتها علينا نفسيا جامد جدا جدا، وتعبنا واختفينا، وده اثر على شغلنا وحياتنا وكل حاجه، واختفينا من صحابنا ومن الناس، من كل حاجه. ما كانش حد، لدرجه ان وقت العمليه ما كانش في حد موجود معانا في غرفه العمليات اطلاقا. انا خدت امل من العمليات واتكلت على الله وحده. يعني عارفين انتوا اللي هو كنا خلاص، اول بيبي جاي لك ويبقى اختبار صعب قوي قوي من ربنا، فبيشوف قدرة تحملك ليه. وعلشان كده احنا المرة دي ايا كانت ايه النتيجة، انا بتوقع كل النتائج لو كانت النتيجة ايه، فاحنا واخدين وعد على نفسنا، وانا واخد وعد على نفسي ان انا ابذل كل مجهودي ان هي ما تزعلش، سواء في الرزق ده او سواء في الرزق ده. وانا بعتبر الاتنين رزق، لان هي بتبقى في الاول في الاخر منحة من ربنا لينا. ف انا عايز حضن كبير بصراحة. يا رب، انا جسمي بدأ خلاص في رعشة كده وجاهزة ولا ايه؟ طب ما تشوف انت وتقولي. انا عايزه اقوم امشي. ما اعرفش وشك قلب الوان ليه، ما تخوفينيش. انا هجيب لك حاجة تشربيها وتروقي بالك، عشان انا عايزك كده فريش بعد الخبر ده، لان الخبر ده اساسا طب افرض ما طلع مفيش حمل او في حاجه تانية. في كل الحالات انا واخد وعد على نفسي هبذل كل مجهودي ان انا افرحك، سواء ان انت تبقى حامل تاني مش هتشيل الهم لوحدك، سواء انا لقيت ان مفيش حاجه هبذل مجهودي ان انا اعوضك وافرحك. ده وعد عليا قدام الناس كلها، وان شاء الله خير. انا هقوم اجيب حاجه تشربيها، عشان يعني انا حاسس ان هي تقع مني من الخبر، سواء كده او كده حاسس ان هي فعلا هتقع مني. دقيقه بقى. بصوا هتكلم معاكم بقى عشان تعرفوا بس كل حاجة. طبعا حليم ما سابنيش لحظة في الحمل، لما كنت حامل في لولي كان كل ميعاد الدكتور كان بيجي معايا على طول، ما سابنيش اي لحظة. وده اكيد انا مش قلقانة منه، لان انا عارفة ان هو هيقف معايا جدا جدا. لو بقى ما فيش حمل فانا خايفة ان انا فرحتي ما تبقاش كاملة، والناس اللي انا فرحتها برضو يعني وما يبقاش في حمل في الاخر، فاكيد هيبقى في مضايقة. بلس كمان لو انا طلعت حامل، فالحمل الكبير بتاع 9 شهور محدش هيعرفه غير الام نفسها اللي شايله 9 شهور كاملين. فربنا يعيني ويقدرني بقى ان انا اخد الفيتامينز وابقى كويسه وزي الفل واجيب البيبي على خير يا رب ان شاء الله. لو طلعت حامل وهعمل كل اللي اقدر عليه عشان اخلي البيبي كويس، ولو ما فيش فان شاء الله خير. وانا مش عارفه هقول ايه وقتها، بس اكيد هتضايق لان انا خلاص فرحت. فربنا يستر، لان التحليل اصلا انا مش عارفه الدكتور قالت ايه ده. انا قررت ان احنا هنحتفل. انا مش بتكلم مع اخواتي، حلال، مش بتكلم مع اخواتي. حلال. انا ما بشربش اي حاجه فيها سكر، بس هعملها عشانك النهارده، وما اعرفش ليه انا هحتفل. بس يعني في كل الحالات انا هغير دلوقتي الفيديو خالص واخلي الجو جامد وهننبسط وكل حاجه هتبقى كويسه. ما هو لو طلع فكك حمل من يبقى النكد هننبسط بقى بجد. والضغط والطاقه السلبيه دي. انا جاي انبسط النهارده في الفيديو ده. اوعى يا باشا، اوعى. انا النهارده بص جاي اضيع، لازم نحتفل قد بعض. هنحتفل محدش واخد منها حاجه بقى كفايه طاقه سلبيه بقى، ويلا بقى علشان نشوف النتيجه دي بقى في صحتك وصحه البيبي اللي احنا مش عارفين هو فين. التحاليل بقى اكنه بقى كده، كمان بقى لا تاني معلش. لا تعملي كده على اساس ان هي بقى فاهمه ريد بول مر قوي. يلا بينا علشان النتيجه بقى، علشان انا اصلا بعمل كل ده علشان احنا لو في ضغط نفسي اتشال من علينا، ونشوف النتيجه كده. انت ايه؟ انت اللي هتفتح النتيجه بايدك؟ افتح انت. بسم الله بسم الله.
لا بسرعه، انت وترتني اكتر ما انا متوتره اصلا. احنا الاول هنشيل التحليل الاولاني اللي هو خلاص عرفنا النتيجه بتاعته ان هي اصلا مش عارفين منها حاجه، وجي ميعاد التحليل التاني. مش عايزه ايه؟ قول قول. انت مشيت بس. ايه؟ حامل؟ حامل ولا ايه؟ حامل صح؟ تقعد تعمل بقى الحركات دي بقى وتضايقني طب انا أنا حامل، صح؟ هسألك كذا سؤال الاول وتقولي لي تقولي على طول بجد مش قادرة. لو حامل هتكوني مبسوطه؟ طبعا. طب لو مش حامل هتزعلي؟ مفيش حمل لحد دلوقتي مش عايز زعل. احنا لسه برضو بصي كويس الارقام دي معناها برضو ان النسب مش مظبوطه ب 100%. ما تزعليش بالله عليك. احنا اتفقنا بقى ان كله هيبقى كويس. لا ليه؟ لا والنبي لا 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 ما تزعلينيش ان انا والنبي خلاص عشان خاطري والنبي خلاص. اقفل الفيديو ده. انا هقفل الفيديو، ما اقدرش اوريكم امل وهي بتاعت عشان بتبقى طفله، بس انا اوعدها بحاجه قدام الناس كلها. انا يا امل هعوضك وهعمل لك حاجه تفرحك قدام الناس كلها، ويا رب يقدرني ان انا فعلا اعوضك انت وايلا عن اي حاجه انا قصرت معاكم فيها، وهعمل لك حاجه انت كان نفسك فيها الايام اللي فاتت دي في الفيديو اللي جاي او اللي بعده. الله اعلم احنا نعمل الفيديو اللي جاي امتى، لان امل ممكن الفتره اللي جايه تبقى داخله على تعب شويه كده، لان الحاجات دي انتوا عارفين لو ربنا اراد ان هي ما تكملش يبقى فيها تعب شويه كده. ف ادعوا الامل كتير عشان الفترات دي بتبقى هي مش كويسه نفسيا وجسديا وكل حاجه. انا اسف خلاص ما تزعليش بقى.